السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم. عواشركم بروكا، وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وإن شاء الله يا ربي الله يحيينا ويحييكم العام الجاي إن شاء الله يا سيدي ربي. وبسم الله غادي نبداو على بركة الله. غادي نديرو محنشة مقطعة طريفات مفندة في اللوز إفيلي محمر، وغنديرو بريوات باللوز محمر واللوز عقدة. ها هي دي قبالتكم، كتجي كدوب في الفم بمذاق هائل. غنبداو باللوز، كنسخنوا الماء طايب مزيان وكنخويوه على اللوز ديالنا، اللوز اللي كتخدموا به ديما اللي كتفضلوه. ومن بعد فاش نفركوه كنديروه في الزيت تكون بارده، كنديروه في الزيت بارده ونقصوا شويه البوطه. النص كنطحنوه عقده بحال ديال الكعاب، نص كيلو مثلا مطحون 200 غرام ديال السكر سنيده اولا سكر كلاصي، ونص كيلو ديال اللوز اللي قلينا كنطحنوه حتى هو تقريبا تنديروا له 350 غرام ديال السكر بركه، حيت البريوات والمحنشه غادي يداروا في العسل، ما نكثروش الحلاوه بزاف صافي. وكنطحنوه كنعلقوه، وما كنساوش واحد المعلقه ديال بخانيلي نوازيط تيعطي اللوز لذة غزاله للبريوات والمحنشه. واحد المعلقه كبيره او لا جوج على حسب شنو متوفر عندكم. معلقه مع عمره ماشي بومبي، شويه مسوحه ديال القرفه، شويه ديال المسكه حره الا كنتم ميقنين منها انها مسكه حره تنقوها مع شويش ديال السكر صافي. وتقريبا عندنا 100 غرام ديال الزبده. من الاحسن ديال البريوات كندوبوها واحد شويه حتى كتبرد مزيان، عاد كنديروها وكنبداو نخلطوا الخليط ديالنا، اللوز العقده ديال الكعاب مع اللوز المقلي، هما تيجيو هائلين مقرمشين وزوينين في المذاق. هادو ضروريين في الطبله ديال العيد ان شاء الله الا حيانا الله، ضروريين كيكونوا في الطبله ديال العيد كنحطوهم، وبطبيعه الحال حتى في المائده ديال رمضان ماشي مشكل. كنبداو ندلكو مزيان حتى كنجمعوه وكنغطيوه في الاليمونتير وكنبداو الخدمه ديالنا. كتكون الورقه عندنا واجده في هي، كنطويو الورقه وكنقطعوا القياس اللي بغينا بريوات صغار كنقطعوا القياس ديالنا، بغيناهم موين بغيناهم كبار على حسب. انا عندي الطلبيات ديالهم الناس كيبغيوهم لي شويه صغار صافي. هاد البريوات وهاد المحنشه ان شاء الله عندي كوموند ديالهم وقلت نشاركها معكم. هي كنقطعوا تقريبا الورقه الكبيره ديال الورقه الكبيره كتعطينا 8 حتى ل 9 الطرف، الا كانوا حساب قياس هاد البريوات اللي غادي نطوي حداكم 8 9 الباندا. ها نتوما كتشوفوا القياس ديالها. وكنقطعوا شويه دوك الجنيبات غير شويه كنحيدوهم. الورقه ديال البخار كتكون رقيقه شفافه بزاف، ها هي يعني واخا كتلفي وتعاودي ما تخافيش منها، تجي هائله، تجي مقرمله ومقرمشه. نهز واحد شويه ديال، انا ما كنكورش اللوز، كنهز القياس ديالي، يعني عندي القياس في يدي. اللي خافت من القياس في يديها تكور اللوز باش يبان لها ان الكويرات كلهم بحال بالنسبه للمبتدئات صافي. وتهلوه البريوه ديالنا عاديه. كنسوا شويه ديال الطحين اولا ابيض البيض اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. هي شويه ابيض البيض تيطلق الكشكوشه في القليه. نتوما البريوه راه صغيره ماشي كبيره كتجي. من بعد كنطلقوا الشرائط كاملين ديال الورقه، ها نتوما كتشوفوا قدامكم، وكنبدا نحط كويرات ونبسطهم نبرك عليهم ونقلف. يعني كنختصر شويه ديال الوقت، كتضربي 8 حتى ل 10 ديال الحبات في البلاصه صافي. وكنلصقوا شويه بانسون، كنديروا شويه ديال الطحين بالماء يكون مرون بالماء صافي. وكنطويها هي ديال البريوه ديالي نتوما كتشوفوا قبالتكم. وكنمشيو كتجينا ساهله دغيا، راهي كنتقلب شويه باش بالنسبه للمبتدئات يشوفوا شنو اللي كاين. اما راه دغيا ملي كتعودي تطوي راه في البلاصه هاد 10 ما تتكمليش فيهم حتى دقيقه، كتجمعيهم كاملين دغيا
صافي البنات هانتوما كتشوفوا تيجيو صغيورين. بالنسبه للوز البنات ملي تكونوا غتلويو اللويه الاولى بسطوا اللوز مزيان، بركوا عليه يمشي للاطراف، يمشي للجوانب ديال الورقه باش ما الورقه، حيت منين تبغيو تقليوها ماشي ديك الورقه خاويه مع الجنيبات، راه البريوه كتحرق، تتحرق لك الجنيبات ديال البريوه، ما كتجيش البريوه مفينيه وزوينه. ديما كنضربوا اللوز يدخل للجناب. هانتوما قبالتكم ها هما. من بعد ملي وجدوا كنخليهم واحد شويه، انا كنستفهم هكا في شي بلاطو، كنخليهم شويه ينشفوا، ومن بعد كنجمعهم في شي ماعون وكنمشي كنسخن الزيت شويه مزيان ونقص عليها ونبقى نهز هكا بشي مغرفه وكنرميه في الزيت عشوائي. صافي منين ترماو البريوات في الزيت ما تقيسوهمش ديك الساعه ديك في البلاصه، خلي شويه يشدوا راسهم باش ما يطلعوش الورقه. صافي من بعد ملي تقلاو ها هما خداو اللون ديالهم اللي راني باغيه، كنكون موجده واحد طنجره قبالتي ديال العسل فيها شويه ديال الزهر شويه ديال المسكه وكنديرهم يتعسلوا. ها هما دوك قبالتكم كتشوفوا. صافي بعد ما كنديروهم في العسل كنبركو عليهم كنخليوهم في العسل وكنمشيو نديرو المحنشه ديالنا. ها هي هادي، كنقطعوا الورقه كنطويوها، كنديرو شويه ديال ابيض البيض شي بانس وحده هنا. صافي كنحاولوا نحيدوا شويه جنيبات، غير واحد شويه، كنجيبوا الدوره ديال دوك الجنيبات في مره ملي كنبغيو نديرو المحنشه. الجنيبات بطبيعه الحال راهم تيكونوا غير زايدين، شي مره كيكونوا شويه مقرمشين بلا ما نخليوهم، يعني غير هكا راه الورقه مزيانه. صافي كنحطوا الورقه ديالنا، كنجيبوا اما مقص اما كيتور اما اللي كنفضلوا، كنحيدوا قياس الورقه باش ما كنضيعوش، قياس باش غادي نطويو بريوه من هاد الجهه وقياس باش غادي نطويو بريوه من ديك الجهه باش ما كنضيعوش كاع الورقه، ما كتضيعناش نهائيا. هانتوما سميطات قياس باش نطويو بريوات، يعني ما كنضيعوهاش. هاد الورقه هانتوما كتشوفوا قبالتكم يعني كافيه انك تطوي بها المحنشه. كنا باغيين نطويو ورقه بورقه، كنحيدوا هكا الوريقات كنفرقوهم وكنديروهم في واحد البلاستيكه باش ما يتقرمشوش. صافي وغنوريكم طريقه الخدمه ديالي انا كي كنخدم المحنشه. يعني ما كنحيدش ورقه ورقه، كتكون ديك التستيفه مثلا ديال نص كيلو ديال الورقه او لا كيلو على حسب شنو اللي غادي نطوي، كنخليها هانتوما كتشوفوا قبالتكم، كنخليها مجموعه كامله ما كنحاديها ما والو، وكنحربل الحربول ديالي. هانتوما كتحربلوا الحربول القياس اللي راكم باغيين ديال هذا اللي طالبين لكم ديالكم اللي باغيين، ها القياس ديالو، وكنجي كنركبها هي كدور معها الورقه في البلاصه. هانتوما كتشوفوا قبالتكم، غير كنمشي عند الورقه كتبعني وكنبدا نبرم، نحاول واحد شويه نجر لعندي عفوا. هانتوما وكندهن الجنب شويه ديال ابيض البيض وكنكمل الدوره ديالي وكنهز الحربول عادي. هانتوما كتشوفوا هو فوق هو من الفوق. صافي كنكحزها شويه باش كيمكن لي نقطع المحنشه ديالي. هي كتجي كنحيد واحد شويه ولا كنبسطو هكا، كنبرك عليه يدخل داك اللوز وكنبدا نقطع القياس اللي غادي ندير ديال المحنشات صغار، طريفات مقطعات هادو ديال المحنشه، كل واحد كيقول لهم محنشه مقطعه في الكويرطات. صافي وكندهن الصينيه ديالي مزيان بالزيت. الزيت البنات ماشي الزبده، ديما الورقه الزبده كتطلق الماء. كندهنها بالزيت وكنهز دوك المقيرطات ديالي ديال المحنشه وكنبقى نستف في اللاطه، كنستف في اللاطه وحده حدا وحده وحده حدا وحده حتى كنكمل واحد الطريق. كنهز واحد الطريف ديال الورقه وكنحاول نديرو من الجنب اللي ملهيه باش اللوز ما يكحاليش.
غادي ندخلو للفران وغيطيب بزاف، غادي يجي اللوز كحل من الجناب. كاين بعض اللي كيكون هكاك تيكحل مع الجناب، تندير له داك الطريف ديال الورقه ما كيوقع له حتى شي حاجه، كيجي كاين المحنشه اللي في الجناب، كاين المحنشه اللي في الوسط. ها نتوما صافي. وكنهز الحربول ديالي كنديرو وكنقلب عليه واحد الوريقه بحال هكا، هي، وكنبرم صافي. وكنبقى نلف الحربول ديالي بالورق حتى كنكمل. كتستمر هكا العمليه حتى الاخر، حتى كنكمل. ساهله ما كتعذبكمش البنات، وكتجي مقرمشه في المذاق والشكل ديالها هانتوما دابا تشوفوا. وكنتمنى على الله تعجبكم، وتجاوبوني في لي كومونتير ديالكم اللي كتفرحوني بهم دائما. هانتوما غير بشويه، وكنمشي مع الحربول ديالي حتى كنكمل. شويه ديال ابيض البيض باش كنكولي دوك الجنب ديال المحنشه. ودائما البنات المحنشه ملي كنطويوها داك الملاقيه الاخرى كتكون من التحت، كتجي من التحت، حيت بهاد الورقه الرقيقه ديال البخار ما كتبقاش تبان ملي كتبرميها مزيان، ما كيبقاش يبان الفوق من التحت. نشوفوها مزيان ونديروها من التحت، يعني باش ما تطرطقناش من الفوق، باش ما تهزش ديك القشره ديالها، عفوا صافي. وكنقطعو وكنستمروا هكذا حتى كنكملوا. ملي كنكملوها كنحاولوا نرشوا بشويه ديال الزيت، المحنشه ديالنا كنحاولوا نرشوها بشويه ديال الزيت وندهنوها هكذا وندخلوها الفران. انا كنطيبها غير في الفران ديال الغاز، كنديرها من الفوق ونعاود نديرها من التحت صافي. ملي كطيب كتخرج شويه ديال العسل، فيها شويه الزهر والمسكه، المسكه باينه البنات بقات لي هكاك محجره، تكب على السخونيه غدوب صافي. وكنسقيه بالعسل. العسل راني فايت ليش شاركتها معكم في شباكيه، ها عندي في القناه محطوطه. ملي كتعسل مزيان كنجيبو شي كسكاس وكنبداو نحيدو المحنشه ديالنا والبريوات بطبيعه الحال. عاوتاني ملي كيتعسلوا كنحيدوهم وكنبداو نستفوهم. ها هما هادو كملوا قبالتكم. المحنشه كنديروا شويه ديال اللوز افيلي كنحمروه، كنديروه في واحد الطبسيل ونحكوه هكا شويه، نفرفشوه ما بين يدينا، ما يتطحنش لا في روبو لا في والو، غير بيدك هكا كتعقيه باش يبقى باين شويش. وتنديروهم في الكويرطات وكنحطو كنبداو نستفو حتى كتكمل باش كتنشف شويه، ما دارش نيشان في البواطات. المحنشه شويه كتغلب ملي كتبداي تحطي شي على شي وما نشفاتش. نستفوها هكذا في شي بلاطو حتى كتنشف مزيان، وديك الساعات كنقدموها بالطريقه اللي بغينا، اولا في لي بواط ملي كانوا لي كوموند اولا شي حاجه شي اللي كاين. هي دي قبالتكم كتجي غزاله، كتجي مقرمشه وهائله، لا في المنظر ولا في المذاق. وكنتمنى على الله تعجبكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والدعم ديالكم، واللي مازال ما شاهدش القناه يبرك على الجرس باش يوصلوا اي جديد ان شاء الله. ها هما هادو وبالصحه والراحه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. ها هي دي كتجي مقرمله مقرمشه وفي المذاق هائله وبالصحه والراحه.